السلام عليكم. رجعت لكم اليوم بعد غياب بفيديو جديد هو لا كريم بذوق الشوكولاتة. نجيب قارورة ماء فارغة ونثقبها، نعمل فيها ثقوب. نحاول الثقوب هادو نعملهم صغار، نحط صبعي راح نحكي لكم شوية على سبب غيابي وقت ما نزلش الفيديوهات. هو انه الوحدة فينا تتعب ويسخسروا فيها حتى جام، وفي بالهم باللي هاد القناة راهي توكل فينا وتشرب. بالعكس راهي راني قاعدة نصرف عليها، ماهيش هي اللي تصرف عليا. والله كيما نحكي لكم باللي راني نصرف عليها، ماهيش هي اللي تصرف عليا. و... واي واحد فيكم يعطيكم حاجة راكم يا اخي تشكروه، ولا تشكروه مقابل انه قدم لكم حاجة. اذا الجام ماهوش صعيب وماهوش ثقيل، ولا كلمة في التعليقات تحفز. المهم نرجع انا الان هنا لوصفتي. جبت نص اطلة من الحليب، اي حليب عادي، تشكاير اي حليب عندك، وضفت لهم 2 مغارف ملعقتين من الفارينة او الدقيق الابيض، ومعاهم 2 مغارف تاع الشونتي، وزدت لهم ملعقة من الكاكاو. انا هنا مش معمرة مليح هذا واش بقى معايا، المهم ملعقة من الكاكاو، وضفت 3 معالق من السكر، وبقيت نخلط جيدا حتى تحلت معي المكونات، وضعتها فوق النار كما راكم تشاهدوا. وبقيت مع التحريك المستمر حتى عقد معايا كما راكم تشاهدوا. الصورة راهي واضحة. استمريت في التحريك، المهم هنا راني استمريت في التحريك حتى عقد معايا الخليط وتحصلت على هذا القوام. هنا راني نزعته من فوق النار وباقي نحرك فيه بالملعقه فقط باش نبردو. ومن بعد رتأيت اني نزيد نديرو بالبرا ميكسور احسن باش يبرد في ساعه، او مامطو راح يتخفف معايا الخليط لانه فيه كريم شانتي وكاش تكتلات تروح. بالرغم انه ما فيه لا تكتلات ولا شيء. ومن بعد جبت القاروره تاعي اللي كنت حضرتها ووضعت عليها القمع وفرغت الخليط كما راكم تشاهدوا. المهم نكمل لكم هنا. والله انا قنوات اجنبيه نشاهدها نشوف التعليقات تاعها، ما شاء الله تلقيهم يحفزوا، ما تكون كاش غلطه في الفيديو تلقيهم ينبهوا ليها مثلا بطريقه لبقه ومحترمه. مثلا يقولوا له كان جيت انا راح نضيف كذا كذا احسن، ولا انا مرفه نديرها هكذا هكذا. الانسان يتعلم من بعضه، ماشي يتجاهلوا الفيديو الواحد يتعب عليه ويخدم وفي الاخير يستخسروا فيك جام وكانه يباطل اخوتي يباطل. انا هنا كملت فرغت الخليط تاعي الكل في هذه القاروره وغطيتها بالغطاء تاعها وحطيتها في المجمد. توضعوها ليله كامله. لما نخرجها من المجمد لازم تكون يكون جامد. تخلوها ليله كامله، واذا وجدتوها ما مازال ما تمسكش جيدا زيدوا تعاودوا تدخلوها للمجمد. نجيب هنا سكين يكون لازم حاد ونبدا نقطع. بسم الله. كيما راكم تلاحظوا الاولى دائما تيجي شويه كيما تعرفوا.
بعد ما كملت قطعتهم جبت هنا صحن وغلفته بغلاف بلاستيكي ووضعتهم فيه ووضعتهم في المجمد، رديتهم للمجمد. ومن بعد جبت كمية من الشوكولاتة حوالي 300 غرام، وضعت لها ملعقتين من الزيت، ووضعت لهم ايضا ملعقتين من الكاوكاو المحمص والمطحون. بعد ما كنت ذوبتها على حمام مائي وخرجتهم من المجمد، وبديت نغلف فيهم بهذا الخليط من الشوكولاتة. هنا نتبتو شويه حتى يتجمد معانا الشوكولاته كما راكم تلاحظوا. ونعاود ترديتها في نفس الساعه لانه مازال بارد، ونكملهم بنفس الطريقه. المهم انا عملتهم لولادي، فرحوا به بزاف وعجبهم، وقالوا لي ماما زيدي عاودي ديروه لنا مره خلاف. ننصحكم تجربوه. مع السخانه هنايا بداو يذوبوا. المهم انا وضعتهم في هذا صحن التقديم، وكما راكم تلاحظوا جاو ما شاء الله، وشيه هنا بداو يذوبوا مع الحراره. لاحظوا جيدا القوام هايل، ما جاش فيهم لي كلاصو من داخل، ميم ذوقه رائع. وهذه هي النتيجة النهائية. إذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.